السلام عليكم. النهارده هقول لك ازاي تبدأ في مجال البرمجة، وهديك 9 طرق عشان تبقى مبرمج شاطر. رقم 1، اختيار التراك اللي انت حابه. تمام، زي تطوير المواقع، تطبيقات الموبايل، ديسكتوب ابلكيشن، اي تراك انت حابه. رقم 2، مصادر التعلم. في مصادر كتير مجانية على اليوتيوب تقدر تبدأ تتعلم منها، زي الزيرو سكول وجودزيلا وغيرهم كتير. رقم 3، المفاهيم الأساسية. لازم تتعلم المفاهيم الأساسية زي المتغيرات، الدوال، الشروط، وحركات التكرار، وهكذا. رقم 4، ممارسة البرمجة. ما ينفعش تكتفي بقراءة المعلومات من غير تطبيق عليها، حتى لو بمشاريع صغيرة. بعدها هتقدر تعمل مشاريع أصعب من كده بكتير. رقم 5، حل المشاكل. البرمجة هي عبارة عن حل مشاكل. ابدأ بحل مشاكل صغيرة زي ازاي احسب متوسط ارقام وهكذا، بعدين هتحل مشاكل اكتر من كده بكتير. رقم 6، المشاريع العملية. تبدأ تعمل مشاريع عملية على التراك اللي انت فيه، سواء موقع أو تطبيق، عشان تساعدك على تطبيق مهاراتك أو بناء سجل عمل قوي. رقم 7، اتعلم من المجتمع اللي انت فيه. جروبات كتير على الفيسبوك تقدر تشارك فيها تجاربك، وده هيساعدك على حل مشاكلك. رقم 8، استمر في التعلم عشان مجال البرمجة في تطور دائم. لازم تبدأ تتعلم التقنيات الجديدة وتزود مهاراتك. 9 حاجة، وهي أهم حاجة عندنا النهاردة، وهي البحث. اتعلم تدور على حلول لمشاكلك بنفسك، ما تستناش حد يحللك مشكلتك بسهولة، عشان كده مش هتتعلم. وبكده أكون خلصت، ويا ريت أكون فدتكم. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يخص مجال البرمجة. وشكرا.